تغيير اللعب لاقصى الناحيه اليسرى عند جون اويري، هيستلم وقدامه احمد عادل، هيحاول يعدي 1 لواحد، عدى جون اويري، لعب الارضيه فيها خطوره والراسيه جول عبد الله السعيد. الجنب ايه يا عبد الله يا سعيد؟ والاسماعيلي اول في الدقيقه السادسه. حلو الكروس وحلو الارضيه، وقلت لكم 1 لواحد. جون اويري يتفوق، يعدل على يمينه، يلعب ارضيه ويطير السعيد براسه وكانه كان في مرحله مخاصمه مع مارك فوتا. بص المحاوله ادي جون اويري، الاسيستنج حلو قوي. بص بقى الجامب يا ولد، بلايند سايد في الزاويه العاميه اللي صعبه على عبد المنصف، اللي ما يقدرش يعمل لها اي. يا سلام يا سلام، ما يقدرش يعمل اي حاجه محمد عبد المنصف، بيكتفي بالمشاهده. في النهايه عبد الله السعيد الهدف الاول في الدقيقه السادسه لمصلحه نادي الاسماعيلي. حلوه في وسط الملعب، محمد حمص وعبد الله السعيد واحمد الجمل مع 2 مهاجمين نيجيريين، جون اويري وجودوين. احمد سمير فرج عدى من ناحيه الشمال، اخترق من جبهته، عايز يلعب الارضيه فيها خطوره برازيليه لجون اويري اللي بيسدد، والتاني جول. بدايه موفقه، احمد سمير فرج عدى وجون اويري 100% تميز، عمل جول وسجل جول، وبدايه مبشره مع جون اويري في اول هدف من ثالث مشاركه ليه مع النادي الاسماعيلي. ادي احمد سمير فرج، بص العرضيه البرازيليه حلوه، وجون اويري ركن صعبه برضو على عبد المنصف. والمفارقه العجيبه ان الهدفين على شمال عبد المنصف. ادي الكوره وادي جون اويري ركن كويس جدا، المره دي على شمال محمد عبد المنصف مره ثانيه. يبقى الثاني لمصلحه الاسماعيلي بعد 3 دقائق من بدايه احداث شوط اللقاء الثاني. وهنا ايمن الجمل سجد لله سجدة شكر. بالتأكيد هدف في الدقيقة 48 أو في الدقيقة الثالثة من عمر وأحداث شوط اللقاء الثاني. الإسماعيلي بيكمل نحو نقاط المباراة الثلاثة. تمريرة أمامية في العمق على مشارف منطقة الجزاء عند عمران، يعدي عمران، لعب العرضية والجول، لعب العرضية والجول. أحمد حسن دروجبا، ولكن هدف لمصلحة الجونة. احمد حسن دروجبا عدى كويس جدا، عمران مر من اليمين ولعب الارضيه وراسيه حلوه، قطع كويس جدا دروجبا وسجل الهدف الاول في الدقيقه العاشره من شوط اللقاء الثاني. ايوه يا مباراه حلوي، ودروجبا لاول مره يهرب من الدفاع، لكن عرضيه عمران ممتازه. بص المرور وبص العرضيه، خطفها صعبه على صبحي. وخد المعلومه يا مشاهد، الهدف الخامس لاحمد حسن دروجبا في مرمى محمد صبحي، والهدف ارض الملعب لا ما طلعتش، ده هي عند جودوين لعبد الله السعيد 1-2، جودوين رايح، فرصه الثالث ولا ايه؟ لكن الثالث للاسماعيلي اندبيسي جودوين، وجيم اوفر 3-1 للاسماعيلي و1-2. الكوره ما طلعتش، ده هي طلعت حلوه من عبد الله السعيد، بينيه وجودوين بيتلت في مرمى نادي الجونه. 3 الاسماعيلي 1 الجونه. هي المره دي يا ولد. بص بقى اندبيسي، بص بقى جودوين، بص بقى النيجيري، وادي البينيه. برافو عبد الله السعيد على البينيه، ويا ولد يا جودوين في الدقيقه 90 من عمر واحداث المباراه. 3-1 المباراه كده اكلينيكيا انتهت على الجونه. ادي جودوين، وبص بقى من تحت ايد عبد المنصف، وبرضه نفس الكلام على الزاويه الشمال. ترجع مره ثانيه من جديد، تمريره، محاوله، وكره عاليه جوه منطقه الجزاء، بتعدي جول. مرت الكوره على شمال محمد صبحي، والمره دي شريف اشرف. هدف غريب جدا، بيدي لا بيد عمرو يا صبحي، كان فاكرها خارجه لبره الملعب، لكن هي داخله تتهادف المرمى، وهدف عن طريق شريف اشرف في الدقيقه 93. كنت بقول قبل شويه ان المباراه لم تنتهي، ويبدو ان بالتاكيد اني هدفع الثمن غالب كلمه جيم اوفر. 3-2 لمصلحه الاسماعيلي.